يا مساء الخير، مساء السعادة. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلوة قوي وأساسية جدا عندنا في رمضان، ولازم نعملها. بالنسبة لي أنا لازم أعملها دايما في رمضان تحديدا. خلونا ندخل على طول في الطريقة، بس قبل ما أبدأ حابة أشكر كل اللي سأل عليا بعد الفيديو اللي فات. متشكرة جدا على اهتمامكم وسؤالكم وذوقكم. خلونا ندخل على طول في الطريقة، يلا نبدأ بسم الله. اول حاجه حضرتها عندي الكنافه. جبت نص كيلو من الكنافه، حطيتها في الفريزر قبل بيوم. خرجتها تاني يوم وحطيتها في الكبه عندي، ونزلت عليها ب3 معالق كبار من السكر البودر. وطبعا المعلقه بتبقى مليانه هرم كده يعني. وحطيت كمان معاها لون طعام صحي، طبعا يفضل يكون اللون الاورنج، بس انا اللي كان متوفر قدامي اللون الاصفر ده. ولكن اللون الاصلي بتاعها اللون الاورنج. بعد كده جبت كمان كوباية من السمن البلدي، حطيتها في الميكرويف علشان تسيح زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا يفضل في الحلويات بالذات يكون السمن بلدي، ولكن كل واحد على حسب مقدرته، على حسب المتوفر عنده. ربنا يوسعها عليكم، يرزقكم يرزقنا جميعا يا رب، اللهم امين. بعد كده جبت الصينية اللي هحط فيها الكنافة، دهنتها الاول من السمنة دي كده بفرشة من كل الجوانب ومن الارضية. وبعد كده نزلت بالكوباية دي عندي على الكنافة وخلطتهم مع بعض تاني كويس جدا. الكنافة دي نص كيلو يعني، بس عشان انا تقريبا نسيت اقول في اول الفيديو، هي نص كيلو من الكنافة. بعد كده نزلت بقى بالكنافة بشكل تدريجي، وبدأت ان انا اوزعها في الصينية واضغطها كويس جدا بقى، ممكن بكوباية بظهر معلقة. في صينية تانية تكون حجمها اصغر من الصينية اللي انتوا بتعملوا فيها، ولكن بمعلقة بتشتغل معايا عادي جدا. في الوقت ده كنت قبل ما ابدأ الوصفة بتاعتي ب5 ساعات نقع جبنة ضفاير او جبنة عكاوي او كشكوان. الجبنه المتوفره عندكم نقعيها في ميه، علشان بيبقى الملح بتاعها عالي، فلازم بنقعها في ميه واقعد اغير عليها الميه كل نص ساعه. وبعد كده خرجتها وحطيتها في مصفى علشان تصفي كل السوائل اللي فيها. وبدات اوزع الجبنه دي على وش الكنافه اللي عندي، واحاول اخليها ما تلمسش الجناب، لان كده كده لما بتدخل الفرن هي بتسيح وبتوصل للجناب. بس لو احنا عملناها من البدايه واصله للحراف دي بتتحرق معانا وبتبقى مش ظريفه. فردت كل الكميه اللي عندي. وبالمناسبة الجبنة دي كان وزنها برضو نص كيلو، يعني استخدمت نص كيلو كنافة عليها نص كيلو من الجبنة. والجبنة اللي انا استخدمتها جبنة ضفاير وجبنة عكاوي. فردت كل الجبنة اللي عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفرن عندي سخن على درجة حرارة 180. هدخل الصينية لحد ما تاخد لون بس من الحراف ومن تحت، وانا ما بشغلش الشواية خالص. خلي بالنا من النقطة دي، الكنافة النابلسية ما بنشغلش عليها الشواية. زي ما انتوا شايفين اخدت لون من الحراف، والجبنة كمان ساحت جدا، وصلت للحراف يعني. لكن الحمد لله بدأت أوزع على الوش كده مكسرات، عشان لما نقلب الكنافة عندنا أولا ما تمسكش في الصينية اللي هنقلب عليها الكنافة، ثانيا كمان بتدي تيست وطعم كويس جدا جدا. أنا حطيت فستق، تقدروا تحطوا أي مكسرات موجودة أو متوفرة عندكم. هبدأ دلوقتي بقى أقلب الصينية قبل ما نحط عليها السيرب بتاعها. عايزة أقول لكم برضو على حاجة مهمة، أنا حاولت أسلك الحراف بتاعة الكنافة قبل ما أقلبها، لأن هي بتبقى ماسكة شوية من الحراف. فحاولت ان انا افصلها كده بالسكينه، لان لو جيتوا تقلبوها ممكن تمسك وتتبهدل شكلها منكم. بدات بقى اوزع السيرب بتاعي. السيرب خفيف مش تقيل، ولازم يكون بارد، يعني الكنافه سخنه والسيرب بارد. وزعت كمان عليها من فوق فستق. هبدا دلوقتي اقطعها معاكم تشوفوا شكلها قد ايه طعمها جميل جدا. بجد بجد الكنافه النابلسيه دي في مكان تاني وفي عالم تاني كده لوحدها. طعمها جميل جدا ومميز قوي. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، لازم تجربوها في رمضان يا جماعه، صدقوني لو ما جربتوهاش فايتكم كتير جدا. وكل سنه وانتم طيبين، ومتشكره جدا.